سنة 2008 صحيت جماهير الكرة المصرية على خبر هروب عصام الحضري، وبعدها ب10 سنين سنة 2018 الجوانتي اللي لبسه عصام الحضري في مباراته مع منتخب مصر قصاد منتخب السعودية اتحط في متحف الفيفا. يوم 15 يناير سنة 1973 في كفر البطيخ في محافظة دمياط كانت جماهير الكرة المصرية على موعد مع مولد نجم كبير في تاريخ الكرة المصرية وهو عصام كمال توفيق الحضري. سنة 93 لسنة 96 تألق عصام الحضري مع فريق دمياط ولفت أنظار الجميع من ضمنهم المنتخب الأولمبي اللي كان بيلعب معاه عصام الحضري، وكان في ماتش في استاد القاهرة فشل فيه المنتخب ان هو يصعد للاولمبياد. وبعد الماتش كان فيه لقاء صحفي مع عصام الحضري اتكلم فيه باللهجه الفلاحي، وبعدها لما في حد ساله بعد النجوميه عن اللقاء ده قال انا بفتخر ان دي كانت بداياتي. شوفك وانت كده بتقول ايه للجمهور؟ بقول يعني احنا ما حاش والله قادرين، يعني احنا عملنا اللي عندنا كل اللي عندنا يعني في الماتش ما حاش قادرين، ويعني احنا زعلانين ان الجمهور ده طالع ان هو زعلانين نقول كتير ما يفرحش، ما حاش قادرين نقول له يعني هم يعذرونا برضه. معلش مرضي لك هارد لك كابتن عصام، هارد لك كابتن. من عام 96 لحد 2008 عصام الحضري تألق بشدة مع النادي الأهلي ولفت أنظار الجميع، وأنا واحد كنت من الناس المتيمين بعصام الحضري. عصام الحضري مع النادي الأهلي أخذ كل البطولات، دوري أبطال أفريقيا، كاس السوبر الافريقي، الدوري المصري، كاس مصر، كاس السوبر المصري، ومع المنتخب اخذ افريقيا 2006 و2008 لحد ما جات اللحظه اللي دمرت كل تاريخه مع النادي الاهلي، وجماهير الاهلي لحد دلوقتي بيكرهوا عصام الحضري بسببها. سنه 2008 عصام الحضري انتقل في رحله احتراف قصيره لنادي سيون السويسري، وبعدها رجع لمصر تاني عبر بوابه النادي الاسماعيلي، وبعدين راح الزمالك فتره، وراح المريخ السوداني فتره، وادي دجله فتره، الاتحاد السكندري فتره قليله، لكن يظل اكبر تاريخ عمله عصام الحضري كان مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، خصوصا في بطولات افريقيا 2006 2008 2010، ومحدش ينسى تألقه الكبير في بطوله كاس العالم للقارات 2009. بالاضافه الى انه عصام الحضري وهو كبير كان سنه 2017 كان حارس مرمى منتخب مصر اللي وصل لنهائي كاس افريقيا، لكن للاسف خسرنا البطوله. الحضري تم تصنيفه على انه هو اكبر اللاعبين سنا مشاركه في كاس العالم سنه 2018، وعلى اساسه الجوانتي اللي لبسه عصام الحضري في مباراه مصر قصاد السعوديه اتحط في متحف الفيفا. وبالمناسبه في الماتش ده عصام الحضري صد ضربه جزاء.